السلام عليكم. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا كده بصحة وبألف خير. هنعمل النهاردة الفطار الحلو. هنعمله بطريقة جديدة كده وسهلة قوي. هنحشيه كمان بحشوة الكاستر، وتقدروا تغيروا في الحشوات براحتكم. وزي ما انتوا شايفينه قد ايه مورق كده ومقرمش من بره وطري من جوه، وطعمه ياخد العقل. ده غير بقى طريقة عمله يا جماعة انها سهلة قوي، ما بتاخدش اي وقت. وطعمه ينافس الجاهز بكتير. فمن شوية دقيق عندكم مية كده هتعملوا كل الجمال ده. حطوا لايك للفيديو، وسموا الله وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا نص كيلو دقيق. يا اما يا جماعه تستخدموا دقيق خاص بالمخبوزات او دقيق لجميع الاغراض، علشان يكون عرقه كده جديد وكويس. نص كيلو الدقيق يا جماعه بيعمل 4 كوبايات لو مش عندكم ميزان. وبنخلوه طبعا في الاول كده ما تيجوا تعايروه. حطوا على الدقيق ربع معلقه صغيره من الملح، مش اكتر من كده. بعد كده بقى هننزل بالميه. بعمل حفره كده في نص الدقيق وبنزل فيها بالميه اللي عجن بيها. والميه يا جماعه اللي بنستخدمها ميه عاديه خالص من الحنفيه، لا هي ساقعه ولا سخنه. نص كيلو الدقيق بقى هياخد معاكم حوالي كوبايه ونص ميه. بس احنا مش هننزلها كلها مره واحده. حطوا شويه كده قيمه كوبايه وقلبوا في العجينه شويه، وما تلاقوا بقى العجينه محتاجه حطوا لها شويه ميه بشويه ميه، لحد بقى ما في الاخر كده تخلوا قوامها طري ولين شويه. وهوريكم قوامها المظبوط في الاخر. فعجينه الفطير الصح يا جماعه انها كل ما كانت معجونه كويس كده وطريه شويه، بيطلع الفطير كمان مورق وطبقاته كلها رقيقه. لكن بقى العجينه ما بتكون يابسه بيطلع مكتوم. كمان ورقاته بتكون تخينه، ما بيكونش كمان طعمه حلو. وعلشان بقى تسهلوا على نفسكم اكتر اعجنوها في الاول 3 4 دقايق. وبعدين غطوها وسيبوها تريح شويه قيمه 5 دقايق او 10 دقايق. وبعد كده يا جماعه ارجعوا لها هتلاقوها كده ريحت وربت عرق، فمش هتاخد معاكم وقت ولا مجهود في العجن. ودي بقى اسهل طريقه كده انكم تعجنوا بيها الفطير او اي معجنات عامه. فانا بعد بقى ما خلصت عجن ريحتها كده بتاع 10 دقايق، وما شاء الله بقى لها عرق كده وتمط زي اللبانه. مرنه كده وكمان طريه زي ما انتم شايفين. ومهما شد فيها كمان صعب انها تتقطع مني. ودي يا جماعه انجح حاجه تعملوا بيها الفطير. وبعد بقى ما العجينه ريحت كده 10 دقايق هاخدها بقى واقسمها لكور. فانا بقى هقسم العجينه كده لست وحدات او 6 كور. هعمل منهم 3 فوق الحشو و3 تحت الحشو. وكمان تقدروا تخلوها كده 8 كور برضو، تخلوا 4 تحت و4 فوق. فده براحتكم. اهم حاجه انكم تخلوا الكور كلها كده قد بعضها. خدتهم بقى ورصتهم كده على الصينيه وبغلفهم بالزيت في الاول. وبعدين لازم كده تغطوهم كويس قوي علشان ما ينشفوش. وسيبوهم بقى يريحوا كده قبل الفرد 10 دقايق او ربع ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. وعلى بقى ما العجينه ترتاح نكون عملنا الحشوه بتاعته. وعلشان بقى نعمل الكاستر ونجهزه كده، فجبت كيلو او لتر من اللبن. لو هتعيروهم بالكوبايه الكيلو بيكون حوالي 4 كوبايات. حطوا عليه يا جماعه 7 معالق كبار من السكر. فانا عيرتهم ال7 معالق دول كانوا ادوني كوبايه بالميزان كده 200 جرام. بعد كده هضيف برضو 7 معالق كبار من بودرة الكاستر. كانوا بالميزان كده يا جماعه 100 جرام. لو حابين بقى تعملوها مهلبيه عاديه مش كاستر، يبقى تستبدلوا الكاستر بالنشا. هتحطوا كده حوالي 4 معالق كبار من النشا. لان كل كوبايه لبن هتاخد معاكم معلقه كبيره من النشا. قلبناهم بقى على البارد في الاول علشان الكاستر يدوب مع اللبن. وبعد كده خدوهم وارفعوهم على النار وخلوا النار تحته متوسطه. وخلوا بقى ايديكوا فيه كده على طول، استمروا في التقليب علشان ما يتكتلش او يكلكع منكم. اول بقى ما يبدا يغلي كده هتلاقوه تقل وربط بالشكل ده. وده يا جماعه القوام المظبوط بتاعه بالظبط. طفوا بقى النار عليه وحطوا له كده ظرف او 2 بالفانيليا. بتخلي ريحته ما شاء الله حلوه قوي. وينفع برضو لو عندكم فانيليا سايله تحطوا منها نص معلقه صغيره. اللي عندكم حطوه مفيش مشكله. خلصنا كده خلاص وطفينا على النار، وكان قوامه ما شاء الله مظبوط قوي. هناخده بقى ونفضيه في حاجه تانية علشان يبرد اسرع. علشان يا جماعه ما ينفعش تستخدموه وهو سخن. غطوه بقى من على الوش كويس كده علشان ما يعملش قشره او طبقه ناشفه كده. افردوا كيس تلاجة كده وغطوه بيه، او ممكن كمان باستريتش راب، مش هتفرق. وهنسيبه بقى يبرد يا جماعه، ونروح بقى نفرد الفطير. في الاول يا جماعه ادهنوا الرخامه كده او المفرش بشويه زيت صغيرين، علشان يجري كده العجينه تحت ايدينا. حبه صغيرين مش كتير، وافردوا العجينه بايديكم هتلاقوها سهله قوي. وهي علشان مرتاحه كده هتلاقوها بتتفرد بكل سهوله. هبدا بقى اشدها كده وبنخليها رقيقه قوي. اهم حاجه يا جماعه انها تكون شفافه بالشكل ده. ده علشان بقى يكون مورق كده ورقته رقيقه في الاخر. وبخلي الفرد بتاعه على شكل مستطيل او دايره، مش هتفرق.
جبت بقى شوية زبدة كده حوالي كده نص كوباية، ويا دوب خدتها ودوبتها على النار يعني علشان يكون توزيعها اسهل معانا. فبحط حاجة بسيطة بحيث كل الورقة انها تكون متغلفة بالزبدة، علشان يا جماعة يعني يكون مورق كده وكله طبقات في الاخر. بعد كده بقى طبقوا الطرف ده في الاول وبعدين طبقوا التاني قصاده. وزي ما انتم ملاحظين ان بين كل تطبيقة والتانية بدينها دهنة زبدة صغيرة خالص. بعد كده بقى طبقتهم على بعض وبدهنها برضو دهنة زبدة بسيط. فكل التطبيقات دي يا جماعة تديكوا تورقات حلوة أوي في الآخر. وفي الآخر خالص بقى طبقتها على بعضها بالشكل ده. هنركنها بقى على جنب كده ونعمل التانية والتالتة بنفس الطريقة بالظبط. وجبت بقى الكرة التانية ودهنت تحتها برضو يعني شوية زيت صغيرين أوي، يعني كده بيجري العجينة تحت ايدينا وبتتفرد سهل جدا. ولو شايفين اني بركز كده على الحروف علشان ما يكونش تخينة، يعني احنا عاوزينها يا جماعة رقيقة من بره ومن جوه. وعملتها بقى كده مستطيل او مربع وبعدين دهنتها برضو بشوية زبدة. الزبدة يا جماعة علشان متسيحة يعني هتلاقوها بتتفرد سهل أوي. كمان ما بنستهلكش منها كمية كبيرة، يعني أقل شيء بيبان في التوريد. فبصوا يا جماعة قد ايه العجينة يعني ما شاء الله مظبوطة كده بتمط وبتفرد سهل أوي. لا بيتقطع مننا ولا حاجة لأن نوع الدقيق ما شاء الله حلو، وكمان العجينة خد منها كويس أوي في العجن. كمان يا جماعة ريحناها كويس جدا. فلازم يا جماعة تخلوها شفافة كده ورقيقة جدا زي ما انتوا شايفينها. ده هيديكوا كده فطير كده رقيق ومورق ومقرمش وحاجة كده في منتهى الجمال. وبعد بقى ما دهنتها بالزبدة حطيت الأولانية في النص، وطبقت العجينة عليها، يعني خدت الطرف ده وجبت التاني عليه مع دهنة زبدة صغيرة. وده بيكون يا جماعة شكلها في الآخر. وهنركنها برضو كده على جنب ونعمل بقى الورقة التالتة واللي هتكون الأخيرة في الطبقة اللي تحت. لأننا زي ما قلت لكم يا جماعة إني هعمل 3 طبقات تحت الحشوة وكمان 3 فوق الحشوة. وهتشوفوا ده معايا دلوقتي. لو حابين بقى تستخدموا سمنة برضو ينفع. ممكن كمان يا جماعة تخلطوا مع السمنة كده شوية زيت صغيرين أو تخلطوا مع الزبدة برضو شوية زيت صغيرين. يعني أي مادة دهنية انتوا حابين تحطوها حطوها. وبعد بقى ما فردت العجينة التالتة ودهنتها بالزبدة حطيت بقى الطبقتين اللي كنا عاملينهم قبل كده في النص. وطبقت برضو عليهم العجينة بالشكل ده. ودول بقى هيكونوا الطبقات اللي تحت الحشو. هعمل بقى يا جماعة 3 التانيين بنفس الطريقة مع نفسي كده علشان الفيديو ما يطولش عليكم. وبعد ما تخلصوا يعني غطوهم كده بكيس ودخلوهم التلاجة شوية، يعني علشان الزبدة كده اللي جواهم تتمسك حبة. فبعد بقى ما ريحتها كده في التلاجة قيمة ربع ساعة هنجيبها بقى ونفردها بالطريقة اللي هتشوفوها. بنرش بقى شوية دقيق كده حلوين وبتفردوها على شكل مستطيل، يعني او على شكل كده الصينية اللي هتعملوا فيها. يعني ان كانت الصينية بتاعتكم مدورة تفردوها مدورة، ان كانت مستطيلة تفردوها مستطيلة، يعني على حسب شكل الصينية بتاعتكم. بتخلوا بقى السمك كده مش تخين ولا رفيع، يعني خلوه وسط. وشلتها بقى وحطيتها في الصينية اللي هنسوي فيها. ودهنت يا جماعة الصينية في الأول بحتة زبدة كده أو بشوية سمنة. حطيت العجينة وسويتها بقى وخلوا سمكها كده مظبوط ووزعوها في كل الصينية. وهنروح بقى نجيب الحشوة علشان نحطها. بس لازم يا جماعة وضروري انها تكون باردة، ما ينفعش تحطوها سخنة. ادوها كده في الاول تقليبة كويسة علشان يعني الكاستر ينعم معاكم ويكون كريمي بالشكل ده. يعني علشان يكون توزيعه كده سهل وما يكونش متكتل ويدوخنا. بالمضرب اليدوي كده وفضلت اقلب فيه بالشكل ده لحد ما نعم خالص وبقى كريمي. خدوه بقى وحطوه كده وافردوه على كل العجينة. بس حاولوا انتوا بتفردوا يعني ما تجيبوش قوي جنب الحروف علشان ساعة السوا ما يتحرقش منكم. بنسويه بقى وبنوزعه كويس بالشكل ده. وهنروح بقى يا جماعة نفرد القطعة التانية. كنا برضو مريحينها في التلاجة فطلعتها وفردتها برضو بنفس الطريقة بالظبط وبنفس الحجم بالظبط. وخلوا برضو يا جماعة سمكها رقيق، يعني مش تخين زي ما انتوا شايفين. ولازم طبعا وضروري انكم ترشوا تحتها شوية دقيق زي ما عملنا. وما جيت اشيلها طبقت الجزء ده على النص التاني وبنشيلها بقى ونحطها في الصينية على طول. وبعدين بقى بنفردها كده وبنظبط شكلها. وبتجيبوا بقى كده السكينة او بطرف معلقة مثلا وبتمشوا كده على الحروف بالشكل ده. فده علشان يعني ان احنا نقفل الطبقتين كده ببعض، وده بيحمل حشوة انها ما تخرجش منه كده ساعة السوا او تتحرق. بعد كده بقى هتجيبوا السكينة وتبدأوا تقطعوه. فانا يا جماعة هقطعه على شكل مربعات. فانتوا بقى يعني قطعوه بالشكل اللي انتوا تحبوه او كمان بالحجم اللي انتوا عاوزينه. فانا قطعته على 4 كده بالطول في الاول وبعدين قطعته على 4 بالعرض. فعمل لي بالظبط كده 16 قطعة او 16 فطيرة. وبعد بقى ما تخلصوا تقطيع خالص يعني ادهنوا الوش بتاعه كده بشوية زبدة صغيرين. ده يا جماعة علشان يعني يدينا لون حلو قوي في الاخر. في الوقت ده بقى رحت كده شغلت الفرن وسبته يسخن على ما اخلص. وبعد ما سخن بقى كده خدت الصينية وحطيتها على أرضية الفرن نفسها. وخلوا يا جماعة درجة الحرارة عالية، يعني ظبطوا الحرارة على أعلى درجة عندكم. أنا خليتها في الأول على 250 درجة.
ده في الاول كده يعني بتاع 10 دقايق كده على ما الفطير يعني يقب وينكت من بعضه. وبعد بقى ما تلاقوه كده ورق من بعضه ونفخ بتقوموا مطلعينه على الشبكة، وتهدوا الحرارة بتاعته على 190 أو 180 درجة، وسيبوه بقى يا جماعة لحد ما يستوي. وبعد بقى ما تلاقوه يعني خد لون من تحت حلو كده ولعوا له الشواية، ده علشان يحمر من فوق ويقرمش كده وياخد لون جميل. هو عامة يعني بياخد حوالي كده 30 دقيقة لحد 40 دقيقة، يعني على حسب فرن كل واحد. وبعد بقى ما طلعته من الفرن دهنت الوش بتاعه بشوية كده من مربى المشمش أو أي نوع مربى عندكم، يعني منها كده إنها تديله لون حلو وكمان طعم جميل أوي. كمان يا جماعة المربى بتساعد كده ان المكسرات اللي بنحطها هتثبت كده وهتلزق عليه من غير ما تقع. وممكن كمان تستبدلوا المربى دي يعني بعسل نحل او حتى بشوية شربات يكونوا تقال من بتاع الحلويات. بعد ما دهنته بالمربى واديته لمعة كده ولون جميل حطيت عليه بقى يعني شوية من المكسرات. كان عندي كده شوية سودان ومجروش حطيتهم وكمان شوية من السمسم. وما شاء الله يا جماعة كان شكلهم في الاخر تحفة ويفتح النفس على الاكل. وده بقى اجمل فطير كده حلو محشي كاستر ممكن تعملوه، حاجة كده خطيرة تاخد العقل. وطلعت لكم بقى واحدة علشان تشوفوها قد ايه يعني واخد لون جميل وشكله مغري جدا. كمان حشوة الكاستر فيه يعني طعمها يجنن، مورق كده وطبقاته رقيقة واخد قرمشة حلوة من بره وفي نفس الوقت كده طري وبيدوب من جوه، يعني كل قطمة منه هتدوبه في طعمها. كمان يا جماعة ريحته يعني مميزة جدا كأنكم عاملين أحلى حلويات. استحالة هتجيبوا القمر ده من بره أبدا، يعني عاوزة أقول لكم إنه أحلى من الجاهز مليون مرة. وما شاء الله يا جماعة على طعمه، يعني بصراحة يستاهل إنكم تجربوه. وبألف هنا. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.